بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بداية، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فخالص حبي وشكري لحضرتك ولطاقم الإذاعة، فأنتم يعني ساهمتم معنا خير مساهمة. بارك الله في الجميع. مبادرة العلم حياة هي مبادرة عملية غير تقليدية، مبادرة تهدف إلى خلق مصطلح جديد اسمه زكاة العلم. في حاجة اسمها زكاة المال، في حاجة اسمها مصارف المال، في بنوك مالية مختلفة. احنا جايين نقول عايزين ننشئ مصارف علم مختلفة، وزي ما بيبقى في طوابير عشان يصرفوا معاشات آخر السنة فيعملوا ياخدوا الراتب وخلافه، وفي مكنة ATM بياخدوا منها الراتب وياخدوا منها الفلوس. احنا عايزين مع مطلع كل يوم، مع مطلع كل أسبوع، مع نهاية كل شهر، في طوابير من الناس على مصارف العلم، حيث أن العلم حياة. فنقول في جو ملبد بالغيوم، وفي لحظات مصرنا الحرجة، وفي أيام المحنة التي لا يجود بها القدر إلا كل عقود، كان لزاما علينا أن نضيف إضافة مختلفة ونطل على بلدنا وشعبنا إطلالة غير تقليدية، ونقدم عطاء خارج الصندوق. هنا ولدت الرغبة الكبيرة بداخلنا، وشق السكون صوت كثيرين من العقلاء والمخلصين من الشباب والفتيات، فقالوا: العلم هو الحل، العلم هو الحياة. وبعد نظرة تأملية لما تحياه مصرنا وتعيشه كل يوم من محاولات روتينية هزيلة وهزلية ومن أداء نخبوي على غير مستوى الحدث، كان لذلك كبير الأثر في إصرار مجموعة من الشباب والفتيات على أن يخرجوا على الشعب المصري يعتذرون إليه من خلال تقديم مبادرة شبابية عملية جادة، مبادرة قادرة على أن تثبت وطنيتها وحبها لمصرها بالأفعال وبكل قوة، وليس بمجرد الكلام دخانا يطير في الهواء. مبادرة تؤكد أن لمصر دورها الريادي والذي آن لها أن تلعبه باحتراف، وأن بها مواردها الغنية والذكية والقوية التي تكفي لتجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة، وأن كل ما تحتاجه هذه الموارد أمر واحد فقط، هو الحياة. ولأن الحياة لا تكون إلا بعلم، فقررنا إطلاق مبادرتنا العلم حياة. العلم حياة هي مبادرة تنموية شبابية أطلقها مجموعة من الشباب والفتيات المصريين المخلصين. تقوم المبادرة بدور فعال لتوفير محطة التلاقي بين المتخصصين في جميع مجالات العمل والعلوم المختلفة، وبين المحتاجين للتعلم والتأهيل في تلك المجالات والعلوم. فكرة المبادرة هكذا كما ذكرنا باختصار شديد جدا، حتى كثير من البسطاء أحبابنا، أمي ووالدي وجدي وستي اللي سمعونا في الحلقة اللي فاتت وخدوا الرقم، كلموني قالوا لي يعني باختصار كده المليان عنده علم يصب على الفاضي اللي ما عندوش علم. هو ده الموضوع. وتؤكد المبادرة ان احنا ما عندناش مشكلة خالص غير مشكلة الجهل، وان اللي مش لاقي وظيفة مش عشان هو وحش، حاشاه سبحانه وتعالى ان يخلق انسان دون مواهب وقدرات، لكن الفكرة في كل منا لديه المواهب والقدرات. الفكرة كيف نصل إلى ما نمتلكه من مواد. صدقت. كل يعمل على شاكلته، كل واحد فينا يعمل على شاكلته، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أما إيه اللي يحصل؟ بيسموها في العلم الحديث TNA Training Needs Analysis، تحليل الاحتياج التدريبي. لو كل واحد، هنا العبقرية بقى، لو كل واحد من اللي بيسمعنا الآن، وهنفاجئ دلوقتي السادة المستمعين بكم الاتصال الرهيب من جميع شرائح المجتمع بيؤكد المعنى القادم ده، لو كل واحد فينا فهم ان هو عليه مسؤولية كبيرة انه يعطي، وانه في احتياجه انه ياخد، وان العطاء لابد ان يكون بالتزامن والتوازي مع الاخذ، لانصلح الحال. يعني نؤكد على هذه الحلقة تحتاج وأنت تستمع إلى هذه الفترة مع ضيفنا الأستاذ أحمد حبيب إلى ورقة وقلم.
نعم. يعني تحتاج أخي المستمع إلى ورقة وقلم حتى تستطيع تدوين هذه المعلومات وهذه الأرقام. التواصل مع المبادرة. نعم. أستاذ أحمد. التواصل مع المبادرة احنا عندنا طريقتين في التواصل، إما عن طريق الفيسبوك وإما عن طريق الموبايل. عن طريق الفيسبوك الأحباب يدخلوا على جوجل، نعم. يكتبوا على جوجل مبادرة العلم حياة مع أحمد حبيب، 6 كلمات. 6 كلمات. نعم. مبادرة العلم حياة مع أحمد حبيب. البحث يكون على الجوجل مش على الفيسبوك، البحث يكون على الجوجل مبادرة العلم حياة مع أحمد حبيب. أول نتيجة في نتائج البحث هيبقى صفحة الفيسبوك. اللي هيدخل الآن على الفيسبوك هيلاقي الآتي: هيلاقي في أول بوست في 4 حاجات. هيلاقي الحلقة اللي فاتت في إذاعة القرآن الكريم غذاء الروح، نعم. الأحد قبل الماضي، يستمع إليها. هيلاقي في ملف تعريفي فيه كل التفاصيل عن المبادرة، تحمل جميل. الملف وتقرأه. نعم. هيلاقي 125 محاضرة متخصصة في علوم الجرافيكس والمالتي ميديا أهديناها للسادة المستمعين المرة اللي فاتت مجانا. هتدخل تلاقي رابط تضغط عليه، هيفتح لك على اليوتيوب 14 مجموعة، كل مجموعة بداخلها دروس. الدروس دي في تخصص الجرافيكس والمالتي ميديا وتحليل الصوت ومونتاج الفيديو وبرمجة الألعاب الإلكترونية وبرمجة الألعاب التلفزيونية إلى آخره. وهيلاقي بقى إيه في رابط مهم جدا هو الأخير اللي هو الاستمارة. لو أنت عايز تشارك معانا في المبادرة املى الاستمارة عشان نعرف حضرتك ممكن تساهم معانا في إيه. إحنا محتاجين كل اللي بيسمعنا، دي مفاجأة بقى يا أستاذنا الكريم، كل اللي بيسمعنا يمكن يشارك معانا. إحنا اتصل بينا، مش اتصل كمان، بعت رسالة بيقول لي أنا استرجي، شاب بيقول لي أنا استرجي. نعم. بيقول لي أنا استرجي، أنا هل ممكن أساعد معاكم؟ فاتصلت عليه قلت له فين ورشتك؟ قال لي في أليوب. قلت له ممكن تدينا قد إيه؟ قال لي أنا ممكن أديك 3-4 ساعات في اليوم. قلت له كتير، يعني خلي الحماس واحدة واحدة. نعم. فقال لي طيب ممكن أخليها إزاي؟ قلت له نص يوم في الأسبوع ينفع؟ قال لي خلاص، أي حد عايز يتعلم المهنة بتاعتي في المكان بتاعي وصله بيا. اتصل بينا مين كتير قوي، اتصلت بينا الدكتورة نيهاد مصر الجديدة بتقول كلام رائع جدا. بتقول أنا سمعت المبادرة، أنا عندي مركز تدريب، أنا لسه راجعة من أمريكا أنا وولادي، أنتوا المشروع بتاعي، أنتوا الحلم بتاعي. جميل. اتصل بينا الجار. تواصل عبر نعم. الهاتف 01000 97 98 14. مظبوط. نعم. 01000 97 98 14. مظبوط. اتصل بيا نجار موبيليا، قال لي انا جاهز ان انا اعلم اي حد النجاره. اتصل بيا بقى المفاجاه الاستاذه اميره حبشي، قالت لي انت اهديت المستمعين 125 محاضره في تعليم الجرافيكس والمالتي ميديا، انا بقى نفسك. فقلت لها اتفضلي. قالت لي انا مسجله 100 محاضره في تصميم المواقع الالكترونيه، فيديو صوت وصوره، اي حد عايزهم اهلا بيه. الجميل. يعني حتى لا يعتقد البعض أن المبادرة يعني قاصرة على الجرافيك أو بعض. نعم. لا، هناك أيضا الحرف. لا ده الموضوع بقى مش كده، ده احنا اتصل بينا كل حرف تقريبا. نعم. شاب اكيد بيسمعنا دلوقتي في اسكندريه اتصل بيا قال لي انا اجيد لف المواتير. جميل. ممكن تبعت لي حد اعلمه يلف المواتير. العجيب بقى ان كنت واقف في ميدان الحصري قريب من بيتي في 6 اكتوبر، وبعدين انا جالس في السياره انا وزميلي، فجي واحد كده شاب سمته متدين، وبعدين هو بيبيع عطر ومسك وحاجات كده. فلا انا مش مرتاح للمشهد، انا حاسس ان هو اقوى من كده بكتير. نعم. فخدنا منه العطر واشترينا منه. بعدين قلت له ممكن اتعرف عليك؟ فقال لي انا فلان الفلاني، انا ليا كتابين في السوق، انا خاتم القرآن باعلى سند في مصر، لكن انا مش عارف اوظف طاقتي. فكأنه اداني انديكيتور كده، كأنه اداني مؤشر. نعم. ان كأنه عايز يقول لي ان مش لا يكفي فقط انك عندك موهبة او مهارة، ده انت لازم تعرف ازاي تعظم الاستفادة منها. وهنا اشارة كبيرة عندنا للعقاد بعد المتصلين. نعم. والله كلام جميل يا استاذ عبد الناصر. انا عايز اخش معاه بقى بشكل عملي جدا. مبادرة العلم حياة بتقدم لي وبتقدم لكل اصحاب المصانع محاضرة هدية للعمال في الإيجابية، في التحفيز، في الإتقان، نعم. في الحرص والمثابرة. أي حد عنده مصنع أو نادي أو مدرسة أو أي مكان
في موظفين، في عدد من الناس القائمين على أمر العمل والإنتاج، مدرسة، نادي، مصنع، يبعت لنا على الرقم رسالة يقول أنا صاحب أو مدير أو مدرس، بس يكون عنده طبعا القرار، نعم. بدعوكم لإلقاء محاضرة عن التحفيز وعن الإيجابية وعن الإتقان في المدرسة الفلانية أو في النادي الفلاني. نعم. على رقم الموبايل عند حضرتك اللي هو 01000 نعم 9798 14 97 98 14. نعم. ناخد هذا الاتصال ان شاء الله يا استاذ ابراهيم. اشكرك يا استاذ ابراهيم على هذه المداخله، اشكرك. الاستاذ ابراهيم بيتكلم على فكره ان نعم. الطاقه البشريه الموجوده في مصر. نعم. الأستاذ إبراهيم ممكن يستفيد بحاجة من الأستاذ عبد الناصر. نعم. مهمة أوي. اللي هي إيه؟ الأستاذ عبد الناصر قال كلمة خطيرة أوي أوي أوي. أحبابنا المستمعين، أعيرونا قلبكم وسمعكم. قال أنا ببدأ يومي من الفجر. وقفتني الحتة دي. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عجبت لمن لا يصلي الفجر ويرزقه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يرزقه ولا يبارك له فيه. يبقى احنا مش محسودين، يبقى احنا مش مسحورين. واحد يقول لك اصل انا معمول لي عمل في رجل فرخة فوق الشجرة. لا، هي مش كده. انشغالنا بالعيوب أهم من بحثنا عن الغيوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة: يا عائشة، يرزقه ولا يبارك فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقضي السيدة فاطمة يقول لها: قومي يا فاطمة اشهدي رزقك. الله أكبر، الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي الفجر يصبح خبيث النفس كسلان. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقول: الأذكار غدوتي، وإن لم أتغدى سقطت قوتي. ممكن حد يقول لك أنا عرفت السبب، اسمع دلوقتي، يقول لك أنا عرفت السبب إن أنا بتاوب وإن أنا بصدع وبروح الشغل خملان. هو كده. مفيش صلاة فجر، مفيش قرآن إن قرآن الفجر كان مشهودا، مفيش أذكار سقطت قوتك، تركت الصلاة. من ترك فرضا متعمدا برئ من ذمة الله. بارك طيب ازاي؟ بورك لأمتي في بكورها. نعم، البركة في البكور. نعم، صدقت. قول النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نعم. محمد صلى الله عليه وسلم. ناخذ هذا الاتصال يعني. طيب. الإخوة نعم. السلام عليكم. صحيح يا أستاذ مجد. أشكرك الأستاذ مجد عيسى على هذه المداخلة. نعم. 3 نقاط أستاذ مجد. دور المبادرة في تشجيع المشروعات الصغيرة، الشباب اللي مشروعاتهم صغيرة وبدأ. احنا عندنا 11 مليون شاب وفتاة في مصر، عندهم أو في طريقهم معظمهم، والباقي في طريقهم لما يسمى بالهوس الإلكتروني. الهوس الإلكتروني فيما لا يقل عن 40 تخصص يمكن ممارسته من البيت. لو خدنا عدد ساعات الجلوس أمام الإنترنت وأمام الكمبيوتر لهذه الملايين من الشباب والفتيات ورتبناها وظبطناها واشتغلنا عليها، ممكن نستخدم حماسه وجرأته في التعامل مع الكمبيوتر واستمتاعه بهذه الساعات الطوال أمام الكمبيوتر، إن هو يحمل مسميات وظيفية، منها مصمم جرافيك، منها مطور وسائط متعددة، منها مطور ألعاب إلكترونية، منها مطور مواقع إلكترونية. وبفضل من الله سبحانه وتعالى الآن على الصفحة 125 محاضرة تكسب 4 مسميات وظيفية من هذه المسميات، واحنا في طريقنا ان احنا نغطي 40 بفضل من الله سبحانه وتعالى. الامر الاخر ان تدابير البطالة المقنعة الاستاذ قال عليها. انا عايز اقول له على حاجة، وقبل ما اقول البطالة المقنعة انا بضم صوته لصوت الرائد المهندس، ضابط مهندس لسه بعت لي رسالة بيقول لي انا عندي فكرة لمصنع فيرو منجنيز، عبارة عن استخراج معدن المنجنيز من وسط سيناء وعمل معالجة له لعمل سبيكة تستخدم في الصناعات الثقيلة، توفر حوالي 15,000 فرصة عمل. لو هذا مواطن بفكرة. نعم. وهو يقول نعم توفير 15,000 فرصة عمل. تمام. المشكلة ليست في الأفكار يا صاحبي. نعم. يعني المشكلة في مصر ليست في الأفكار. نعم. ليست في الأيدي العاملة، ولكن نعم. المشكلة في تبني نعم. الأفكار، في رعاية الأفكار. موقف، وأنا أقدم نعم. برنامج اسمه سلوكيات في الميزان. نعم. في أحد أقسام الشرطة طالبة في الصف الثاني الثانوي. نعم. معها أوراق باختراعات في تقليل حوادث القطارات والإطفاء وتوليد الطاقة. لم تجد من يرعى هذه
الاختراعات، لدرجة أنها ذهبت إلى المحافظ وإلى محافظ آخر وإلى وزارة البحث العلمي، حتى اضطرت إلى أن تذهب إلى قسم الشرطة. نعم. قسم الشرطة، نعم. فكرة رعاية المواد. ماشي، بس اسمح لي أجاوبك إجابة غير تقليدية. اتفضل. من زمان جدا نسمع إن فلان عنده فكرة ومش عارف يطبقها لأن مفيش دعم. من زمان جدا نسمع مصطلح المشكلة مش في الأفكار، المشكلة في التطبيق. لكن بعد 25 يناير الوضع مختلف. إيه بقى الوضع مختلف؟ خدوا القاعدة دي، كل واحد عنده فكرة ياخد القاعدة دي. قاعدة بتقول محدش في دماغه فكرة بتختمر في دماغه ويأهل نفسه ليها ويعيش عشانها إلا ولازم يحققها. تاني، محدش في الثورة. طب خليك بس معايا، عايز أقولها بوضوح. محدش في دماغه فكرة اختمرت في دماغه، مش مجرد خاطرة. نعم. اختمرت في دماغه، قابلة للتطبيق، مميزة، عاش عشانها إلا ولازم يحققها. الأحباب المستمعين اكتبوا على اليوتيوب فرصة عمل للشباب. ده فيديو أنا عامله من 3 سنين في مهرجان في أبو ظبي. كنت رايح أقول كلماتي في المهرجان ولقيت إن في فرصة بسيطة جدا جدا. لقيت إن في شركات عالمية عايزة ناس بتجيد التعامل مع السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر ويوتيوب وسكن لايف وماي سبيس والكلام ده. نعم. والناس دول محتاجين الشباب دول جدا، والشباب على الانترنت في معزل محتاجين يشتغلوا جدا. فالفيديو ده اللي هيشوفه مش فرص عمل، فرصة تاء مربوطة. نعم. فرصة، نبحث على اليوتيوب فرصة عمل للشباب. فقمت قايل الفكرة اللي هتلاقوها في الفيديو باختصار شديد، انك ممكن المحتوى اللي عندك ده محتاج لك مهارة واحدة، هي المحطة اللي بينك وبين اللي بيطلبك تشتغل عنده او اللي بيطلبك يدعمك. ايه المحطة دي؟ انت تجيد عرض نفسك. أستاذ الكريم، في مهارات غايبة عننا اسمها soft skills، المهارات الناعمة، اللي هي حاجة زي البرزنتيشن سكيلز، مهارات العرض، الادابتيف كوميونيكيشن اللي هي الاتصال الفعال، فن التفاوض، فن كذا، فن الى اخر هذه المعاني. كتير قوي جواه فكرة. انا مش هسمح لك ايها المستمع الكريم ان يبقى جواك فكرة عظيمة تغير مسار وانت ما عندكش مهارات العرض اللي تعرضها، وما تستناش حد يقفز بداخلك في صدرك ونفسك يطلعها. اعلنها، صدق او لا تصدق. حتى لو نلقي بالتبع على صاحب الفكرة، ايضا هي ثقافة، هي موروث. سؤال جميل. حاضر. اسمع الاستاذ احمد حبيب، اشكرك اختي الكريمة. تفضل. نعم. يعني قبل ان نجيب على الاخت الكريمة، طيب. الاستاذ محمد شعيب. نعم. يعني تحدث عن فكرة دور الدولة. نعم. يعني إذا كان الشباب نعم. لن ينتظر نعم. الوظائف الحكومية. نعم. فهو يبحث عن عمل. نعم. إما على توك توك، وإما على تمام. كشك، وإما على مشروع صغير. تمام. دور الدولة. نعم. كما قلنا. نعم. للتأمين على هؤلاء. نعم. فكرة أستاذ أحمد، التعلق بالوظيفة الحكومية لا نعم. يكمن في الراتب على الإطلاق. طبعا يكمن أمان وظيفي يكمن في مسألة الأمان الوظيفي. تمام. أنا أحدثك. تمام. باتصال مباشر مع الكثير من الشباب. نعم. نعم. خارج الإطار الوظيفي. نعم. الفكرة في الوظيفة الحكومية فتك الميري تمرمغ في تراب. للأسف الشديد. لماذا؟ نعم. هو يعمل في القطاع الخاص. نعم. إن غاب يوم يخصم ب3 أيام، إن تأخر ساعة يحدث كذا. نعم. لكن في الحكومة. نعم. غاب، أجازة عارضة، اعتيادي، أجازة سنوية، يصنع كذا. والله أنا عايز أقول نقطة مهمة. نقطة على الأخ محمد شعيب. نعم. نعم. دور الدولة مهم جدا جدا. أنا بقترح الآن على وزير التربية والتعليم. نعم. اقتراح من مبادرة العلم حياة. احنا عايزين نعمل ثانوي صناعي قسم IT، ثانوي صناعي قسم جرافيك، ثانوي صناعي قسم مالتي ميديا. وانا عايز اقول له اني لفيت مدارس ابتدائي واعدادي تقريبا في اكتوبر كلها، لقيت ان في حد في اولى اعدادي وتاني اعدادي بيعمل برمجة منتديات. جميل. لو احنا عملنا كده احنا بنفتح باب للملايين. طيب دراسة المشروع جاهزة، طب مين هيقوم بالتنفيذ؟ جاهزة. طيب تقدر يا احمد يا حبيب توفر لي الاف المدرسين في الجرافيكس على مستوى الجمهورية عشان افتح ثانوي صناعي قسم جرافيك وانا مرتاح؟
أنا مستعد. لكن لسه حضرتك سؤال. أيوه. يعني هذه الفكرة وهذه المبادرة من الأستاذ أحمد حبيب، نعم. لماذا لم تذهب مباشرة إلى مكتب وزير الإعلاء التربية والتعليم؟ نعم. وتقدم له هذه الفكرة بهذه الدراسة؟ عشان العقاد مات قبل ما يخلص لنا حاجة مهمة جدا. العقاد عباس العقاد قال كلمة ومات، مش عارف هو يعني كان يستنى شوية. طيب هو قال ايه في عبقرية عمر، في آخر عبقرية عمر؟ يقول العقاد: لا تنهض الأمم الراكدة من كبوتها إلا بقائد له صفتان. الصفة الأولى أن تكون له القدرة على أن يلهب حماس الناس للعمل والجد والاجتهاد لشمس حين تشرق فستشرق على الجميع. جميل. والصفة الثانية الأولانية موتيفيتور، محمس، وإيه مش تشرق عليه هو بس والبطانة اللي حواليه، لا على الجميع. على الجميع، كفاية بقى إيه على الجميع. والصفة الثانية نحتاج الجميع الآن. الجميع. الصفة الثانية أن يعرف بالعلم الصادق وبالبديهة الصائبة فيما تكون عظمة العظيم ولأي الأعمال يصلح وبأي المهام يطلع ومتى يحين أوانه وتجب ندبته ومتى ينبغي التريث في أمره إلى حين. الشخص المناسب في المكان المناسب يؤدي الأداء المناسب. الدولة أنا أقولها واضحة، من فضلكم من فضلكم من فضلكم اعملوا لنا مؤسسة اسمها مؤسسة متخصصة في تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية. يخش واحد مش عارف هو ايه دوره في الحياة، يخرج من الناحية التانية عارف هو رايح فين. أستاذ الكريم، أنا عملت كمتخصص إعلام مرئي وتطوير الوسائط المتعددة في كلية الإعلام جامعة الشارقة 3 سنوات. فكان عندنا حاجة اسمها مساق الإرشاد الأكاديمي. كان يخش الطالب سنة أولى قبل ما يختار إعلام مرئي ولا صحافة ولا بتاع تلفزيون، قبل التخصص، قبل حتى أول يوم دراسة، يقعد في حاجة اسمها الإرشاد الأكاديمي. إيه الإرشاد الأكاديمي ده؟ حاجتين. الحاجة الأولانية قول له ميولك إيه، الحاجة التانية الكلية دي فيها إيه، تأهيل، عشان الأستاذ يقول له ميولك دي لما تلتقي مع ده بعد 4 سنين لما تتخرج تقدر تلاقي أفضل مكان ليك في التخصص الفلاني. ده يعمل إيه عند الطالب والطالبة؟ يخليه ال4 سنين مركز بوضوح ده ممكن يكون فين. طيب السؤال يلا عشان عايزين كل كلامنا النهاردة عملي. أي مدرسة، أي جامعة، أي كلية بتسمعنا الآن، مبادرة العلم حياة جاهزة إن هي تأسس الجزء ده فيها حاجة اسمها مساق الإرشاد الأكاديمي. أي مدرسة بتسمعنا على مستوى الجمهورية، أي كلية، أي جامعة، لازم أول يوم دراسة إن أنت بتبني رؤية ورسالة الطالب عندك. حصل موقف أستاذ الكريم في رمضان اللي فات في ال10 الأواخر، كنت قاعد مع 40 طفل من سن 9 سنين لسن 14 سنة بديهم دورة اسمها ايه بورتفوليو. الايه بورتفوليو ده بنعلم الطفل ازاي يكتب رؤيته ورسالته واهدافه وادواته. فالطفل راح لوالده، موقف حصل ووالده ده عالم على فكرة يعني متخصص ودكتور جامعة، فقال له يا والدي انا مطلوب مني النهاردة في الدورة ان انا اكتب رؤيتي في الحياة. فرد الاب قال لابنه يا ابني انا ما عنديش رؤية في الحياة، احنا قادرين على ده. طيب اهو تاني بقول احنا جات لنا دعوة من مدرسة في كفر دشناوي، هنروح لهم، لسه جاي لنا حالا رسالة على الموبايل بيقولوا لنا تعالوا كلمونا عن الإيجابية، هنروح نكلمهم عن الإيجابية. كل من يصل إليه صوتنا احنا كلامنا كلام عملي. ولكن أنا عايز أرد على سؤال الأستاذة الأخيرة اللي هو في الأخلاق، زكاة الأخلاق، وكان ناخد الاتصال التاني اللي هو عن المالتي ميديا الدروس. أنا عايز أقول للأستاذة الكريمة احنا مفهومنا مفهوم واسع وشامل اللي احنا قلناه في بداية كلامنا عن المبادرة اللي هو ايه؟ زكاة الأخلاق لا تكون إلا بعلم، والعبادة لا تكون إلا بعلم، والإيمان لا يكون إلا بعلم، والتعامل الصحيح لا يكون إلا بعلم، والنجاح في الحياة لا يكون إلا بعلم. فإذا ضمننا زكاة العلم ضمننا كل شيء. نعم. أيضا سألت على مسألة معرفة البرمجيات. نعم مظبوط. أنا عايز بس أقول حاجة عشان أنا لاحظت كذا رسالة جات لي دلوقتي في الأحباب. 01000 97 98 14 ده رقم الموبايل، لكن من فضلكم اللي مش هعرف ارد عليه يبعت رسالة يعرف بنفسه وبالتخصص وممكن يشارك معانا في ايه.
أما بالنسبة للإنترنت اكتب على الجوجل 6 كلمات زكاة 6 كلمات: مبادرة العلم حياة مع أحمد حبيب. بالنسبة لي الأستاذة اللي سألت 125 محاضرة اللي موجودين الآن، لو السادة المستمعين خدوا من المحاضرة رقم 1 إلى المحاضرة 125 هيكونوا مروا على الآتي: 1 بقى متخصص في تصميم الجرافيك، 2 بقى متخصص في تصميم واجهات الوسائط المتعددة وواجهات الألعاب الإلكترونية، 3 بقى متخصص في عمل حركة ثنائية الأبعاد في بيئة عمل مالتي ميديا ووسائط متعددة، 4 هيكون متخصص في الفيديو مونتاج تحرير الفيديو، 5 هيكون متخصص في تحرير وهندسة الصوت، و6 هيكون متخصص في برمجة الألعاب الإلكترونية. المحاور دي كلها أنا غطيتها في 125 محاضرة. نعم. أستاذ أحمد اسمح لنا بهذا الاتصال. أهلا وسهلا. السلام عليكم. جزاك الله خير. أشكرك يا أستاذ محمد، وهذه رسالة إلى المسؤولين في الدولة. أشكرك يا أستاذ محمد، أشكرك. هذه رسالة إلى المسؤولين في الدولة. مصر لن تظل طاردة لهذه الفئات العظيمة. نرجو من المسؤولين في الدولة احتضان ورعاية هذه الفئة المهمة. نحن ندفع مليارات للدعم. لدينا الآن مخترع صغير يوفر هذا الدعم. أتمنى على المسؤولين وأتمنى على رجل أعمال مصري شريف محب لهذا الوطن أن يتبنى هذه الفكرة. تفضل. أستاذ الكريم، عايز انتقل لمحور وهو المبادرة محتاجة ايه دلوقتي؟ احنا محتاجين دعم كل من يستطيع. النهاردة ان شاء الله الساعة 3 عصرا انا عامل لقاء في مكتبي. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول اعينوني حماس، عايز ادعم قلوب الناس، اتوني ايدي عاملة، عايز ادعم. مين يقدر يشارك معانا؟ محتاجين ناس في الاعلام. مين اعلامي سمعنا دلوقتي يقول انا اوصل صوتكم؟ مين بيسمعنا دلوقتي في اي قناة؟ يعني ليه كل القنوات مركزة على الخراب؟ أبشرك بأن إذاعة القرآن الكريم أوصلت صوتك إلى لا أقول الملايين، بل مليارات. نسأل الله ذلك يا رب. الصوت في إذاعة القرآن الكريم يصل إلى والله أنا عايز أقول حاجة أقسم بالله أقولها من قلبي. يعني حضرتك والأستاذ سيد صالح والأستاذ عبد المنعم والسعود والأحباب هنا في الإذاعة، مش عايز أنسى حد، في الهندسة الصوتية وفي يعني فعلا أحييت فينا معاني جميلة جدا باهتمامكم بنا. جزاكم الله خير. إذا تحتاجون إلى دعم. يعني مثلا مين يقول لنا طب أنا عندي مكان يعني نخصصه للمبادرة؟ مين يقول مقر؟ مين يقول لنا ان انا محتاج؟ احنا مؤسسينها ان هي تشتغل على الانترنت، وهي شغالة على الانترنت، وهي شغالة على الصفحة وبيتواصل مع الناس. لكن مين ممكن يطور معانا الفكرة؟ كل من يسمعنا له دور، كل من يصل صوتنا يستطيع ان يقدم. الناس اللي بتتصل وما بنلحقش نرد عليها ممكن تبعت رسالة تقول انا فلان اقدر اساعد معاكم بكذا او اشارك معاكم بكذا. رسالة على الهاتف 01097 نأخذ هذا الاتصال. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل أستاذ أحمد، بقيت ما تحتاجونه. محتاجين فريق متخصص في كل المهام الإدارية والتنفيذية. محتاجين متطوعين إن هم يساعدونا في مهام إلكترونية. محتاجين طبعا ناس في البرمجة على المواقع الإلكترونية، في تصميم المواقع الإلكترونية، في تصميم الحملات الدعائية. محتاجين ناس تنظم ايفنتس. انا بشكر اتحاد الطلبة في جامعة القاهرة، كان لينا محاضرة يوم الخميس الماضي هناك اطلقنا فيها المبادرة. كل من يستطيع ان هو يسهم، صدق او لا تصدق انت تستطيع. كل من يصله صوتنا يستطيع. لو حد دعالنا يبقى يستطيع. نعم. في واحد بعت لي رسالة من شوية انا عايز اقرأها لان هي رسالة اشعر ان هي ممكن تفيد كثيرون. رقمه آخره 083. بيقول السلام عليكم، كنت ضائعا في حياتي حتى وقفت على المنبر خطيبا ذات مرة فأشاد بي كل من سمعني، فخفت على نفسي من الرياء والعجب، فقررت أن أتعلم ديني كي أكون سببا في إحياء التمسك بكتاب الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل لك أن تدلني على صحبة عالم أو أتتلمذ على يديه؟ ولك جزيل الشكر. طبعا نوصلك، شد حيلك، عظم المهارة جواك.
واشتري، أنا بنصحه يشتري كتاب الحكم العطائية لابن عطاء السكندري. نعم. وأي الحكمة رائعة جدا ختمنا بيها المرة اللي فاتت، بس قلناها بسرعة نقولها تاني بهدوء شوية. إيه الحكمة دي؟ حكمة خطيرة قوي، كل من يستمع إلينا ينتفع بها إن شاء الله. يقول ابن عطاء الله السكندري، يقول: وإرادتك التفرغ للدعوة مع إقامة الله لك في أسباب الدنيا من الشهوة الخفية. وإرادتك أسباب الدنيا وإن كانت لله مع إقامة الله لك في التفرغ للدعوة نزول من القمة العالية. والصحيح أن تبقى حيث أقامك الله ولا تنتقل حتى ينقلك الله، وستعرف ذلك بإشارات واضحة. تاني كده وننزل الترجمة. هو بيقول إيه؟ بيقول: وإرادتك التفرغ للدعوة مع إقامة الله لك في أسباب الدنيا. يعني أنت طبيب ناجح أو حرفي ناجح أو صانع ناجح أو تاجر ناجح أو مزارع ناجح، لكن لقيت إن أنت لو وقفت على المنبر أنت كده هتفيد الإسلام، لا 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 لا، خليك زي ما أنت. وإرادتك أسباب الدنيا وإن كانت لله، الطبيب المسلم والمهندس المسلم، وإن كانت لله مع إقامة الله لك في التفرغ للدعوة نزول من القمة العالية. ومن أحسن قولا ممن دعا. طب الحل إيه؟ قل كل يعمل على شاكلته. الحل إيه؟ أن تبقى حيث أقامك الله ولا تنتقل حتى ينقلك الله. طب إزاي؟ وستعرف ذلك بإشارات واضحة. فإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك انظر أين أقامك، وإذا أردت أن تكون إمامي كن أمامي. جميل. معنا اتصال أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. السلام عليكم. يا أستاذ إبراهيم، يا أستاذ إبراهيم، يعني إن كان هناك الآلاف، يعني لا تنظر إلى المسألة بهذه العين اليائسة. خذ خطوة. نحن نحتاج إلى الإيجابية. لديك فكرة؟ تفضل وسجلها، واذهب إلى وزارة البحث العلمي، واذهب إلى وزارة الكهرباء. حاول. نعم نعم نعم، عيش للفكرة. نعم. واشتغل عليها. بارك الله فيك. يعني عايزين نخرج من دائرة أنا عندي فكرة مش ما حدش بيتبناها إلى فكرة أنت تتبنى نفسك. السؤال: من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تلاقي حد يقول لك من الرجال أو بكر من النساء. لا 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 لا. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. المعنى هنا إيه؟ المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم لو ما أمنش بنفسه ما كانش حد يؤمن بيه. النبي صلى الله عليه وسلم لو ما أمنش بقدراته وباللي عنده وبثقته في رب العالمين ما كانش حد يؤمن بيه. اشتغلوا الأفكار يا شباب. لو سمحت اعمل كليب نزله على اليوتيوب، اشرح فكرتك، وزعوا الآفاق. يلا عشان احنا شغالين في شغل عملي. مبادرة العلم حياة. اي حد عنده فكرة هيزورني هنسجل معاه مقطع عن الفكرة وهننزله على صفحة المبادرة ونخبر الناس به لعله يأتي له الدعم. ما توقفش. الحلول غير تقليدية، الحلول خارج الصندوق. وعايز اقول نقطة مهمة قوي. احنا قلنا صلاة الفجر، وقلنا ان من غير صلاة فجر انت كسلان، وقلنا مفيش اذكار تسقط القوة. عندنا نقطة اعلى بقى، ذروة السنام. ايه هي؟ الايمان. عملنا تمرين، قلنا للشباب طلع ورقة وقلم. يلا، ايه علاقة الايمان بالقميص اللي انت لابسه؟ انت علاقة الايمان بالمواصلات؟ ايه علاقة الايمان بفرق السعر بتاع النضارة؟ ايه علاقة الايمان بالعشاء والغدا؟ لو احنا مؤمنين ان الايمان كل وان الاعمال منه جزء، يلا بقى نربط الجزء بالكل. طب انا عايز اقول ده ليه؟ يقول ابن القيم كلام قيم، يقول: المؤمن، مش المصلي ولا قارئ القرآن، المؤمن، الصلاة وقراءة القرآن وخلافه، هذه ثمرات الإيمان. لكن المؤمن كالطائر كلما علا بعد عن الآفات. أستاذ الكريم، أنا بلتقي بالسادة المستمعين كل يوم سبت واثنين الساعة 11 مساء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، برنامج بعنوان الإيمان وصناعة الإنسان. الحلقات اللي فاتت كلها موجودة على اليوتيوب. نكتب على اليوتيوب الإيمان وصناعة الإنسان هتيجي كل الحلقات اللي فاتت. البرنامج بيدور محور، يعني فكرته حوالين محور مهم قوي، اللي هي إيه؟ أعظم ماكينة تصنع إنسان هي ماكينة الإيمان. والإيمان عندنا شعار في المبادرة اسمه التنمية بالإيمان. الإيمان محرك، الإيمان محفز، الإيمان صانع، خصوصا لما تؤمن بجد وتكون شديد الانتساب للرب سبحانه وتعالى. نعم أستاذ أحمد، يعني قبل أن أختم في حوالي يعني دقيقة، أتمنى عليك أن نقدم رسالة إلى الأسرة
نعم. في كيفية اكتشاف مواهب الأولاد، نعم. في كيفية توجيه الأولاد، نعم. في كيفية غرس قيمة العمل نعم. في نفوس الأبناء. والله مجموعة حاجات. أول حاجة: ألا أيها المعلم هلا لنفسك كان ذا التعليم، جميل. تصف الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم. فقد الشيء لا ابدأ يعطيه. بنفسك أولا فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه وأنت حكيم، وآنذاك يقبل ما تقول وينفع التعليم. أيها الأب، أنت لازم تبان قدام ابنك مش بتشتغل، لا، لازم تبان قدام ابنك انت محب للعمل، انت محب للشغل، ان طاقتك الايجابية تجاه الشغل بتتفجر. دي رقم واحد. رقم اتنين: ابنك مش هيسمعك الا بمبدأ مهم جدا اسمه الحب الغير مشروط. لو عايز ابنك يغرس بداخله قيمة اسمها قيمة انه يقلدك، لو انت ناجح فينجح زيك، يقلدك وانت قوي فيبقى قوي زيك، لازم تحتل عند ابنك مكانة زميله، لازم تحتل عند ابنك مكانة جاره، لازم تحتل عند ابنك مكانة الولد اللي بيلعب معاه في الشارع. أعلى حاجة وأكثر حاجة مؤثرة ما يسمى بالحب الغير مشروط. إيه هو الحب الغير مشروط باختصار؟ أنا بحبك يا محمد لأنك محمد، مش بحبك لأنك بتصلي، مش بحبك لأنك كذا. لو صليت أحبك زيادة، مش لو صليت أحبك، لو صليت أحبك زيادة. لكن زي ما ربنا أمرك إنك تحبني في كل الأحوال وتطيعني فقط في الطاعة، أنا يا محمد أحبك في كل الأحوال، ولو طعت أحبك زيادة. هنا وهنا فقط يحتل الأب والأم مكانة، وعاطفتك يا أم بداخلك، كونها بداخلك وحدها ولا تكفي، لازم تطلعيها مهارات انك تطلعيها. ان شاء الله هيكون في حلقات قادمه باذن الله. ان شاء الله. استاذ احمد حبيب، انا اشكرك، جزاكم الله خيرا. الوقت معك شيق، الله لكنه يبارك مر فيك. سريعا. اخوة الايمان والاسلام، في الختام اوجه رسالة الى شبابنا: انتم الذين صنعتم الحدث الاهم في نعم. تاريخ مصر. نعم. انتم الذين صنعتم هذه الثورة المجيدة. نعم. لا تتركوا الثورة تضيع من بين أيديكم. اعملوا وضعوا مصر نصب أعينكم. أسأل الله الكريم أن يحفظ مصر وشعبها. اللهم آمين يا رب. إخوة الإيمان والإسلام، في الختام أتوجه بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ أحمد حبيب، المدرب والخبير الدولي في تنمية الموارد البشرية. جزاكم الله خير. أشكرك شكرا جزيلا. الله يبارك في حضرتك، شكرا جزيلا، وتحياتي لطاقم الإذاعة. وأيضا في الختام لكم تحيات الزميل محمد لطفي من الهندسة الإذاعية والزميل توفيق المعداوي، وكان معنا مشرفا على هذه الفترة الزميل السيد صالح، ومن الإشراف العام الزميل محمد عويضة. في الختام هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان. عملنا تمرين، قلنا للشباب طلعوا ورقة وقلم، يلا ايه علاقة الإيمان بالقميص اللي انت لابسه؟ انت علاقة الإيمان بالمواصلات؟ ايه علاقة الإيمان بفرق السعر بتاع النضارة؟ ايه علاقة الإيمان بالعشاء والغدا؟ لو احنا مؤمنين ان الإيمان كل، وان الأعمال منه جزء، يلا بقى نربط الجزء بالكل. طب انا عايز اقول ده ليه؟ يقول ابن القيم كلام قيم، يقول: المؤمن، مش المصلي ولا قارئ القرآن، المؤمن، الصلاة وقراءة القرآن وخلافه، هذه ثمرات الإيمان. لكن المؤمن كالطائر، كلما علا بعد عن الآفات. أستاذ الكريم، أنا بلتقي بالسادة المستمعين كل يوم سبت واثنين الساعة 11 مساء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، برنامج بعنوان الإيمان وصناعة الإنسان. الحلقات اللي فاتت كلها موجودة على اليوتيوب، نكتب على اليوتيوب الإيمان وصناعة الإنسان هتيجي كل الحلقات اللي فاتت. البرنامج بيدور محور، يعني فكرته حوالين محور مهم قوي، اللي هي إيه؟ أعظم ماكينة تصنع إنسان هي ماكينة الإيمان. والإيمان عندنا شعار في المبادرة اسمه التنمية بالإيمان. الإيمان محرك، الإيمان محفز، الإيمان صانع، خصوصا لما تؤمن بجد وتكون شديد الانتساب للرب سبحانه وتعالى. نعم أستاذ أحمد، يعني قبل أن أختم وفي نعم. حوالي دقيقة، نعم. أتمنى عليك أن نقدم رسالة إلى الأسرة نعم. في كيفية اكتشاف مواهب الأولاد، نعم. في كيفية توجيه الأولاد، نعم. في كيفية غرس قيمة العمل نعم. في نفوس الأبناء. والله مجموعة حاجات. أول حاجة: ألا أيها المعلم هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك أولا فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه وأنت حكيم، وآنذاك يقبل ما تقول وينفع التعليم. أيها الأب، أنت لازم تبان قدام ابنك مش بتشتغل، لا،
لازم تبان قدام ابنك انت محب للعمل، انت محب للشغل، ان طاقتك الايجابيه تجاه الشغل بتتفجر. دي رقم واحد. رقم اتنين، ابنك مش هيسمعك الا بمبدأ مهم جدا اسمه الحب الغير مشروط. لو عايز ابنك يغرس بداخله قيمة اسمها قيمة انه يقلدك، لو انت ناجح فينجح زيك، يقلدك وانت قوي فيبقى قوي زيك، لازم تحتل عند ابنك مكانة زميله، لازم تحتل عند ابنك مكانة جاره، لازم تحتل عند ابنك مكانة الولد اللي بيلعب معاه في الشارع. اعلى حاجة واكثر حاجة مؤثرة ما يسمى بالحب الغير مشروط. ايه هو الحب الغير مشروط باختصار؟ انا بحبك يا محمد لانك محمد، مش بحبك لانك بتصلي، مش بحبك لانك كذا. لو صليت احبك زياده، مش لو صليت احبك، لو صليت احبك زياده. لكن زي ما ربنا امرك انك تحبني في كل الاحوال وتطيعني فقط في الطاعه، انا يا محمد احبك في كل الاحوال، ولو طعت احبك زياده. هنا وهنا فقط يحتل الاب والام مكانه، وعاطفتك يا ام بداخلك، كونها بداخلك وحدها ولا تكفي، لازم تطلعيها مهارات انك تطلعيها. ان شاء الله هيكون في حلقات قادمه باذن الله. ان شاء الله. استاذ احمد حبيب، انا اشكرك، جزاكم الله خيرا. الوقت معك شيق الله لكنه يبارك مر فيك. سريعا. اخوة الايمان والاسلام، في الختام اوجه رسالة الى شبابنا. انتم الذين صنعتم الحدث الاهم في نعم. تاريخ مصر. نعم. انتم الذين صنعتم هذه الثورة المجيدة. نعم. لا تتركوا الثورة تضيع من بين ايديكم. اعملوا وضعوا مصر نصب أعينكم. أسأل الله الكريم أن يحفظ مصر وشعبها. اللهم آمين يا رب. إخوة الإيمان والإسلام، في الختام أتوجه بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ أحمد حبيب، المدرب والخبير الدولي في تنمية الموارد البشرية. جزاكم الله خير. أشكرك شكرا جزيلا. الله يبارك في حضرتك، شكرا جزيلا، وتحياتي لطاقم الإذاعة. وأيضا في الختام لكم تحيات الزميل محمد لطفي من الهندسة الإذاعية والزميل توفيق المعداوي، وكان معنا مشرفا على هذه الفترة الزميل السيد صالح، ومن الإشراف العام الزميل محمد عويضة. في الختام هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدرب والخبير الدولي في تنمية الموارد البشرية. جزاكم الله خير. أشكرك شكرا جزيلا. الله يبارك في حضرتك، شكرا جزيلا، وتحياتي لطاقم الإذاعة. وأيضا في الختام لكم تحيات الزميل محمد لطفي من الهندسة الإذاعية والزميل توفيق المعداوي، وكان معنا مشرفا على هذه الفترة الزميل السيد صالح، ومن الإشراف العام الزميل محمد عويضة. في الختام هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.